بيبدأ فيلم النهارده مع طفلة اسمها ماري، وبتصحى من النوم مش بتلاقي أي حد موجود في البيت، وبيعدي كذا يوم وبتكون هدومها متبهدلة وجعانة، وبتضطر تاكل أكل بايظ لحد ما في يوم في جندي بيلاقيها وبيعرف إن كل أهلها ماتوا بسبب مرض الكوليرا، وبتروح تعيش في قصر عمها كريفن، وبيكون ممنوع عليها تتحرك في القصر بدون إذن، وبيكون مش مسموح ليها غير إنها تروح أوضتها وكم مكان تاني في القصر، وبتروح تنام في أوضتها، وبتكون دي أول ليلة ليها في القصر. وتاني يوم بتجيلها الخدامة وبتجيب لها الأكل، وبتكون اسمها مارسا. بس ماري بتبقى رافضة تاكل الأكل ده لأنها مع أهلها كانت عايشة في مستوى معيشة أحسن، وبتاكل أكل غير ده، وبتطلب من مارسا تلبسها هدومها، بس مارسا بتعرفها ان ده مش شغلها وانها لازم تتعود تاكل الاكل اللي يجيلها. وبتكون ماري متدلعه ومش عارفه تتاقلم على العيشه دي، وبتمشي في القصر وبتسمع عمها وهو بيزعق، وبيكون بيتخلص من حاجه مراته اللي ماتت واللي بيكون زعلان عليها جدا وداخل في حاله اكتئاب من ساعه ما ماتت، وبيتعصب على اي حد. وبتروح ماري تلعب في الجنينه واللي بتكون كبيره جدا، وبتسمع صوت حد بيصفر فبتجري ورا الصوت بس مش بتلاقي حد، فبتقعد عشان تاكل سندوتشاتها بس مش بتعجبها السندوتشات، فبترمي الحشو وبتاكل العيش بس فجاه بيظهر كلب وبياكل من الاكل اللي ماري رمته وبيقرب منها، بس ماري بتكون خايفه فبتقعد تزعق له لحد ما بيسيبها وبيجري. وبتتحرك ماري عشان ترجع على القصر، بس بتلاحظ ان الكلب بيراقبها وانه متعلق بيها، ولما بترجع على القصر بتعرف ان تربيه الكلاب ممنوعه، وبتزعل عشان هي كانت عايزه تحتفظ بالكلب. وبتروح ماري لمارسا وبتسالها عن الاصوات اللي بتسمعها بالليل وهل دي ارواح الجنود اللي مات، بس مارسا مش بتكون طايقه ماري وبتقول لها تستغطى كويس وهي نايمه. وتاني يوم بتروح ماري للخدم وبتطلب منهم يعملوا لها سندوتشات زي بتاعه امبارح، وبتروح الحديقه وبترمي اكل للكلب، والكلب بيظهر وبيقرب منها وبيقعدوا يلعبوا سوا لحد ما بياخدها الكلب اللي عند سور كبير، بس خدم بينادوا عليها عشان ترجع للقصر، وماري بتقول للكلب انها هتقابله تاني يوم. وبتروح ماري عشان تنام بس بتسمع نفس الاصوات فبتدور عليها، وبيكون صوت عياط طفل وجاي من فوق، وبتلاقي باب اوضه مفتوح وبتدخل بتلاقي طفل قاعد بيعيط، وبيطلع ان ده ابن عمها، وبتعرفه ماري انها كانت فاكره القصر ملعون بسبب الجنود ماتوا فيه، فبيقول لها كل ان اللعنه جت وقتلت امه، فبتعرفه ماري ان عيلتها كلها ماتت وانها قتلت امها. وبترجع اولتها عشان تنام وبتحلم ان ابوها خرج من تحت السرير بتاع كولين، وبعدها امها بتصحيها بس بيطلع ان ده كمان حلم، وبعدها مارسا بتصحيها وبتحضر لها الاكل وبتغير لها هدومها. وبتيجي رئيسة الخدم ميدلوك وبتزعق لمارسا عشان اتأخروا، بس ماري بتدافع عنها وبتعرفها ان هي اللي اخرتها، وبتاخدها وبتروح لعند كريفن، وكريفن بياخد بالي ان ماري مش شبه امها، وبيطلع ان ام ماري كان عندها اخت توأم وكانت متجوزة كريفن وانها تبقى ام كولين، وبيعرفها كريفن انها لو سببت مشاكل هيبعتها على المدرسه الداخليه. وبتخرج ماري وبتقعد تلعب مع الكلب وهي مبسوطه، بس الكلب بيقع في مصيده وبيقعد يتألم، وماري بتحرره بس رجليه بتكون اتعورت، وبيقعد يجري لحد ما بيوصل لعند سور، وماري بيكون عندها فضول تعرف اللي جوه، فبتتسلق عشان توصل للناحيه التانيه، بس بتقع ومش بيحصل لها حاجه، فبتقوم وبتلاقي نفسها في مكان غريب وبتعدي من خلال بحيره، وبتقعد تدور على الكلب، وبتلاقي عصفور عامل القش بتاعه جوه تمثال شكله غريب، فبتدخل غصن شجره عشان العصفور يخرج بس مش بيخرج، وبتلاقي مفتاح شكله غريب، وبتسمع صوت الخدم وهو بينادوا عليها، فبتروح تطلع على الشجره عشان ترجع، بس ملاحظ ان الشجره بتحرك اغصانها عشان ماري متوقعش. وبترجع ماري القصر وبيجي الليل، وبتسمع ميدلوك وهي بتحاول تدي كولين الدواء بس بيقعد يعيط، فبتسيبه وبتمشي، وبتدخل ماري الاوضه وبتقعد على الكرسي المتحرك بتاع كولين لانه بيكون قعيد، وبتتكلم معاه وبيعرفها كولين انه بيحتضر وانه حاول اكتر من مره يخرج بره القصر بس ريحه الورد بتتعبه، فبتعرفه ماري ان عايزاه تخرجه وتوديه مكان غريب فيه عصفور وكلب، فبيقول لها كولين انه مش هيروح في حته وبيطلب منها تطلع بره، وبيقف قدام اوضه كولين وبيكون عايز يخبط عليه بس بيرجع في كلامه. وبيجي تاني يوم وبتسال مالي مارسا عن خالتها، فبتعرفها ان هي وامها كانوا مقربين جدا وكانت هوايتهم المفضله هي الرقص، وانها شافت اخر عرض ليهم سوا، وان اكيد ام ماري زعلت جدا على موت اختها. وبترجع ماري بالزمن وبتفتكر لما امها كانت في حاله اكتئاب ومش عايزه تتعامل مع اي حد، وانها في يوم كانت بتحاول تدخل اوضه امها بس ابوها منعها وقال لها ان امها تعبانه، بس ماري اتضايقت واتمنت ان امها تموت. وبنرجع للحاضر وماري بتزعل لما بتعرف الحقيقه وبتلبس هدومها بنفسها، ومارسا تبدا تحبها، وبتروح ماري تمشي في الجنينه وبتسمع صوت حد بيصفر فبتنادي عليه بصوت عالي، وبتقول له انها عارفه ان هو ديكون اخو مارسا وان مارسا حكت لها عنه، وبتعرفه ان المصيده اللي كان عاملها صابت الكلب وخليته يتألم، فبيطلب منها تعرفه مكان الكلب عشان يعالجه، فبتقول له ماري ان المكان اللي هيروحوه ده يفضل سر ما بينهم، وبتاخده وبيطلعوا على الشجره وبيعدوا للناحيه التانيه وبيلاقوا الكلب، وديكون بيمسكه وبيفضل الكلب يتألم، وماري بتكون فاكراه بيموته بس بيعرفها ديكون انه لازم يعمل كده عشان الكلب ما يخسرش رجله، وبيعرفها ان الكلب عظم رجله مش مكسور ولكن اتصاب بمرض بسبب ان الجرح اتلوث، وبيقول لها تاخده على مكان فيه ميه، وبيروحوا لعند البحيره وبيغسلوا رجل الكلب بميه البحيره بس برضه بيفضل تعبان وبيعرج، وماري بتتمنى ان في سحر يحصل والكلب يتعالج، فبيقول لها ديكون انهم يجوا هنا تاني يوم ويشوفوا لو في سحر حصل والكلب اتعالج ولا لا. وبتروح ماري لعند كولين وبتقول له انها هتحكي له سرها وبتعرفه موضوع الجنينه والكلب، وبتقعد على الكرسي المتحرك بتاعه وبتقول له انها عارفه ان ظهره سليم وما فيهوش حاجه وانه كذاب، فبيقول لها ديكون انها كذابه اكتر منه لانها قالت له انها قتلت امها وان هو عارف ان عيلتها ماتت بسبب المرض وانها ملهاش دعوه بموتهم، وبتتاثر ماري بكلامه وبتقول انه يثق فيها، وبتاخده على الكرسي المتحرك وبتتحرك بيه في القصر، وكولين بيكون خايف لا توديه الجنينه ويتخنق ويموت، بس ماري بتاخده على الاوضه السريه اللي فيها حاجه امه،
وبتوريه صوره امهم مع بعض، بس كولين مش بيكون عايز يشوف امه عشان فاكر انها اتخلت عنه، لكن بيشوف صوره امه وخالته في الجنينه السريه، وكولين وماري كانوا معاهم. فبيتضايق كولين وبيقول لماري انها غيرانه منه لان امه بتحبه على عكس امها، ويبدا يصرخ بصوت عالي، بس ماري بتسكته وبتنيمه على الارض، وبتشوف ظهره وبيكون سليم وما فيهوش اي اصابه. وبيبقى كولين مقتنع ان ظهره مصاب، بس ماري بتعرفه انه عنده صدمه نفسيه وان ظهره ما فيهوش اي حاجه. وبتروح تاني يوم الجنينه وبتلاقي ديكون قاعد، وبيكون الكلب اتحسن ورجع يتحرك زي الاول، وبتبقى ماري مصدقه ان في سحر في الجنينه وهو اللي شاف الكلب، وبتقعد تلعب هي وديكون والكلب، وبتقعد تجري لحد ما بتوصل عند باب الحديقه، وبتعرف ان المفتاح اللي معاها بيفتح الباب ده، وبتاخد ديكون وبيدخلوا القصر وبيتسحبوا عشان محدش يحس بيهم. وبتروح لعند كولين اللي بيكون زعلان منها ومش بيرضى يفتح لها الباب، وبيقعد يصرخ عشان الخدم يمسكوها وتتعاقب. ومارسا بتكون معديه بالصدفه وبتشوفهم وبتعرفهم ان لو في حد شافهم هيتعاقبوا. وميدلوك بتوصل لعندهم ومارسا بتخبي على الولدين، وبتقول لميدلوك انها تشوف كولين بيصرخ ليه. وبيدخلوا الاوضه وبتعرف ماري مارسا انها هتاخد كولين تخرجه بره وهترجعه قبل الغداء، وكولين بيكون مش موافق وبيصرخ، بس ماري بتسكته وبتقول له انه كده كده بيحتضر، وبتساله لو اخر حاجه عايز يشوفها تكون الحيطه اللي قدامه. فبيقتنع كولين بكلامها وبيوافق يخرج معاها، وبياخدوه للجنينه وبيوهم نفسه انه تعبان وبيقعد يكح، بس ماري بتقف وبتقول له يهدى وياخد نفس، وبتقول له انت لسه كويس اهو، وبتقول له يبطل وهم. وبيروحوا لعند الجنينه وبينبهر كولين بالمنظر ونفسيته بتتحسن وبيضحك لاول مره، وبيقعد ديكون يعلمه اسماء الزهور. بس ميدلوك بتمسك ماري وبيكون معاها عقد اخدته من اوضه خالتها وبتوديها لعند كريفن، وبتعرفوا ميدلوك ان ماري بتخرج ابنه بره القصر وانها ممكن تعرض حياته للخطر. بيدخلوا الاوضه السريه وبيلاقوا ماري مبهدلاها، وبيقرر كريفن يبعتها المدرسه داخليه. وبتتضايق ماري بتروح اوضتها وبتروح ترمي الالعاب على الارض، والحصان لما بيقع بيخرج من جواه رسايل كان في حد شايلها في بطن الحصان. وبيروح كريفن لاوضه مراته وبيقعد يروقها وهو حزين، وبتقعد ماري طول الليل تقرا في الرسايل، وتاني يوم الصبح بتهرب من القصر وبتخرج تروح الجنينه السريه ومعاها الرسايل، وبتقابل ديكون وبتقول ان في حاجات سريه تاني. وبتروح لعند المرجيحه اللي خالتها وامها كانوا بيقعدوا عندها، وبتعرف ان امها كانت قاعده جنب خالتها في ايامها الاخيره وهي بتحارب المرض. ومن بعد ما ماتت كريفن قفل الجنينه عشان بتفكره بمراته، وبتطلع ماري تجري وبتقول لديكون انها مش باقي لها وقت كتير وانهم لازم ياخدوا كولين عشان يعالجوه بسحر الجنينه. وبيروحوا القصر وبيستنوا ميدلوك لما بتمشي، وبياخدوا كولين لعند الجنينه وبينزلوه البحيره وبيسيبوه. بيكون كولين فرحان عشان عارف يتحرك في المايه براحته، وبياخدوه لعند الشجره اللي امه ماتت عندها، وبيكون حزين وبيطلب من ديكون يحط ورد عند المكان اللي امه ماتت فيه، وبيطلب منهم يرجعوه للقصر وبيفضل يعيط. وبيحصل حاجه غريبه والنباتات بتبدا تدبل، وبالليل ماري بتحلم بامها وبتعتذر لها ماري عشان ما كانتش عارفه اللي بتمر بيه بسبب موت اختها. وبيجي تاني يوم وبتروح ماري لعند باب اوضه كولين وبيكون قافل باب، وبتقعد تقرا الرسائل اللي كاتبين امها وخالتها، وكانوا بيقولوا في الرسائل ان كريفن بيخاف على ابنه من العالم الخارجي وحبسه جوه القصر. وفجاه كولين بيفتح الباب وبيكون واقف على رجليه، بس بيقع ماري عشان مش بيكون متعود على المشي. وبيقول لماري انه عايز يقرا الرسائل، وبيروحوا الجنينه وبيكون معاهم ديكون وبيقعدوا يقروا الرسائل، وبيعرفوا ان امهاتهم كانوا بيحبوهم جدا. وتاني يوم بتشوف ماري الزي بتاع المدرسه الداخليه وبتقول لها ميدلوك تجهز نفسها، وبتعرفها ان تاني يوم هتروح للمدرسه. وماري بتروح لعند كريفن وبتساله هو ليه ضحك على ابنه، وفهمه انه مصاب وان مراته لو عايشه ما كانتش هتقدر ابنها العيشه دي، وانها كمان ما كانتش هتقف قدام اوضته وهو بيعيط بالليل، وان القصر ده سجن ليه ولابنه ولازم يخرج منه. وبيفكر كريفن في كلامها وبيمشي من غير ما يقول حاجه، وبيروح عند المكتب بتاعه بالليل وبيقعد يشرب كتير بسبب الكلام اللي ماري قالته له. بيجي يولع شمعه بس الكبريت بيقع منه والنار بتمسك في المكتب. وتاني يوم بتروح ماري تقعد مع صحابها، بس بيلاقوا الكلب بينبح على حاجه، وبيلاقوا القصر بيولع وبيطلعوا يجروا على هناك، ومارسا بتوقفه. بس ماري بتدخل وتروح لعند كريفن اللي بيكون سكران وبيرفض يخرج من غير ما يخرج ابنه كولين، بس ماري بتعرفه ان ابنه بره في امان وبتحركه عشان يخرجوا. بس كريفن بيتخنق وبيقع وبيكون عايز يموت، بس روح مراته بتظهر وبتفوقه وبتجري مع اختها، وبيكملوا في طريقهم للصاله. وماري بتقع بس روح امها بتظهر وبتطبطب عليها وبتقوم، وبيتم انقاذهم بيخرجوا بره القصر. وكريفن بيكون عايز يشوف ابنه باي طريقه، وماري بتاخده عند الجنينه السريه. وبينبهر كريفن وميدلوك من جمال الجنينه، وبيشوف كريفن ابنه وهو واقف على رجله وبيجري عليه وبيعتذر له. وبعد كام يوم القصر بيتصلح وبيظهر الثلاث اصحاب وهم قاعدين بيلعبوا في البحيره ومبسوطين. وبكده خلص الفيلم. يلا